ايش مالك ولك ايش بيك؟ انهنت وبقاعك. وصفه وارث يا حيف، ياهو يقدر يدش قاعي ويهين ربعي وانا موجود. اقول لك انت متاكد من هذا الكلام اللي تقوله؟ لو سوينا طلابه بين العرب قدام الفلح ويقول لا انت ولا شيخ تمشي كلمتك علي، واذا اضطر الامر ادفنك انت وصاحب القاع. عفه وانا ابن ابوي. الغريب اللي انطيته بيت وقعدته من مده. اي وش ماله وياك ما تحكي قول. يا اخي الغريب. وك يا غريب ما تحكيش مالك. حجيه متاكد و100%. لا صار ولا دار اللي يهين مصطفى بن شيخ هزاء بقاعه. فهمت ولك؟ حبيبي صح لسانك. يا رجال عونك يا شيخ. تروحون تصيحون لي كسار وفساع بسرعه. تامر ابشر. راح يجون فزاع ابشر. كسار هسه الشيخ يريدكم فورا. ابشر. يلا والله اخوي وينك هالايام؟ ماكو والله ما انا تجيني. بالفليح تدري وشغل. الله يسعدك. شلونك؟ شلون صحتك؟ والله ماكو بخير الحمد لله. راح يجون الرجال كسار وفزاع، هذول اعتمد عليهم. راح ادزهم وياك، واذا تفشني وتعوفهم وترجع خالي انت حصتي. صار شيخ. تعال ابوي اقول لك بهيج مسائل اي ابوي. اذا انهنت وقاعك واحد من رجالك اي ابوي. لا تخلي نسوان ولا تخلي اطفال، الكلها تاثرها يمك. صح ابوي. هاي خليها كلها بعقليتك. ابشر يا شيخ. عونك يا شيخ. شوفوا يا رجال، اريدكم ترحون البيت عادل وتجيبوه هنا يمي وراسه بالتراب. سمعتوا لولا؟ تامر امر شيخ. هسه ترحون وتمشوا وياهم. يلا صار شيخ. يلا ما اريد واحد. يلا كسار اعتمد عليك. تامر شيخ. يلا ابويا. قل له اخويا ما عرفت الشيخ شي يريد؟ هو دز عليكم يلا. يلا يما قعد ابوي بنت استريح. مساء شلون الصلاة؟ باوع ابويا بهيج مسائل اذا انت كبير عمامك وانهنت بقاعك فهاي عيبتها كلش كبيره يا وليدي، فتحاول انه تحل القضيه باسرع وقت، والشخص اللي هان ربعك تهينه مثل ما هان ربعك تهينه صح ابوي. وما تتردد. صح ابوي. يلا قعدوا وليدي.